وكان الحادثة الأخدود واتنا سفي عن وقبك تولى عليها الأخدود واتنا الله سبحانه وتعالى أي دينتنا إنه كورنت إلهي بإسلام كإنك يالي الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله هل كان أنشوغا ومقالة النجران حادثة الأخدود بان هاد جوغا دحديد مريا هل كان لو حدا وحا كقرن قام آخر الملوك تبابعه دون نواس الذين اعتنق اليهودية بالانتقام من السكان النجران الذين آمنوا بما جاء به سيدنا عيسى بن مريم وقتل منهم ما يزيد عن 20,000 شهيد وقد وردت هذه قصة في سورة البروج بالقرآن الكريم وكذلك مصادر التاريخ الإسلام marka walaalayaal waad maqlaysaan taariikhdu waa taasa halkaasay qoraysaa marka ilaahay idamkiisa waxaan inoo duubayaa asxaab al-ukhduud baan soo sawirayaa waxaana ka soo qaadayaa ilaahay idamkiisa sawiro iyo maqtac fiidiyow ah أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا طبعا والصبح ساعة 8 وشوية 8:30 تقريبا هذا لفري قف قال هذا أنا جا أقصه الرئي مركب ولا ريال ماشان 20 كن أو شهيد أيال لجوجوه قد بالجوجوري halkaasayna ku dhinteen waatana aahaartii waatana soo ma aragtaan waa kuwa guryahoodii subxaanallah wa bixamdihi subxaanallahi alcadiim laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin walaalayaal marka halkani waa magaalada Najraan ku soo dhawaada walaalayaal meel kasta oo aad joogtaan dhammaantiin ehel iyo qaraabo iyo saaxiibo in intaqaan iyo in aan aqoonba walaalayaal waa fursad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ii gartay inaan imaado meeshaan lugahayga dhigo ilaahay naga yeel kuwa ku cimro qaata marka walaalayaal dabcan qaybo badan ayaan inii ka duubayaa insha allahu tacaala maqtaacan marxalado kala duwan ayaan ka dhigayaa insha allahu tacaala asxaab al-ukhduud haddaad maqasheen asxaab al-ukhduud aad qur'aanka ku maqasheen walaalayaal maanta waatan maanta asxaab al-ukhduud subxaana allahi alcadiim subxaana allah wabixamdihi subxaana allahi alcadiim laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. هل كان وحل لاي الكتابة والرسوم الصخرة والممر الرئيسي واضنا ولا لي المركة وكان موقعي أصحاب الأخدود وكان بعض المواقع الأخدود من الأبرز المواقع الأثرية بالمنطقة وهو موقع تقوم عليه مدينة النجران قديمة ويقع على الضفة الجنوبية لوادي جران والموقع يتمثل بمدينة مركزية بمحيط بها سور بطول 235 متر والعرض 220 الله أكبر بنبت الأثاث مبانيها من الأحجار المحورية بعناية ارتفاع تتراوح بين 2 إلى 4 أمتار ويمثل الحسن الفطر الرئيسية استيطان في الأخدود والتي ربما بدأت قبل سنة 600 قبل الميلاد يعني وبدأت هذا القصة لح بقول يعني قبل الميلاد واستمرت حتى نهاية القرن الثالث الميلاد وتنتثر خارج السور التلال الأثرية يعني تحتوي أساس مباني من الحجر ومن الطين الله أكبر لح بقولوا سنة كهور أيي أهيد ما قرأته وكان الممر الرئيسي هو طريق الذي يمتد من الغرب الحسن الرئيسي حتى طرف الشرقي وتتضح معالج لبوابات عند كل طرف وهو يقيم الحسن إلى قسمين كما أنه يختلف يعني لبا يكلا قيب سيهين لبو أي يكلا قيب سيهين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى كر هاي وحوير مركو إنو كقصوني وكان اسمه هذي مركي إنو كقصوني قصة وحوير الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد
إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. walaalayaal marka suuraddii alle inoo kaga qisooday waa taasa waan akhriyey. sadaqa allaahu alcadiim. qaybtan waa qaybtii hore insha allah qaybta kale la socda.